يا جماعة، من أهم الأسباب للشروخ اللي زي ديت كده، من أهم الأسباب عدم رش المية على المباني أو على المحارة. إن البنا بيبني خلاص بنسيب الطوبة الشمس تضرب فيها زي ما هي بتضعف. إن بتاع المحارة بيشتغل برضه بنسيب المحارة زي ما هي. المفروض إن البنا لو بنى عند حضرتك يبقى ترش الطوب اللي هو بناه ده لمدة لا تقل عن 15 يوم، كل يوم ترشه صبح وليل عشان تاخد المتانة بتاعته صح وما يحصلش فيه الكلام ده. والمحارة نفس الحكاية، المحارة عشان تاخد درجة المتانة بتاعتها صح برضه بترش مية صبح وليل لمدة 15 يوم، مش هتلاقي فيها الكلام ده خالص. لكن احنا بنسيب الحاجة الشمس تضرب فيها وتضعفها وبعد كده نرجع نقول نعالج الشروخ. طب واحنا ليه اصلا بنسيب الدنيا كده من الاول؟ هتلاقي عند كل باب وعند كل شباك فيه شروخ. طبعا الزبون يشوفها يفتكر ان البيت هيقع. لا، هو ده اهمال ان انت ما رشيتش ميه بعد المحاره او بعد المباني. وبتاع المحاره بقى اللي عمري في حياتي ما شفت كده، بيحط شاش على المحاره ويعمل لي عليه شويه جبس. يعني انا بقول له افتح واعمل شبك بقلاوه، راح حاطط لي الشبك من اللي هو بتاع الجبسون بورد اهو، اللي هو بتاع الجبسون بورد، وعامل عليه طبقه جبس. قال يعني دي اللي هتمسك الشرخ، دي كده اللي هتمسك الشرخ. دي يعني حتى ما تمسككش انت، يعني هتمسك الشرخ ازاي؟ اهو. طبعا شغل قلة ادب، بس الواحد هيقول ايه؟ اهو عند كل شباك هتلاقي كده. فبالله عليكم اللي يبني او يمحر او يصب لازم ترش الاسمنت بالذات، لازم ترش ميه لا تقل عن 15 يوم صبح وليل. اديله ميه، كل ما تديه ميه كل ما هيزيد معاك متانة وهتاخد منه جودة كويسة ومش هتلاقي فيه أي شوك بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.